شوفوا لي على هذا المنظر اللي كيشهي ديال المفور. شوفوا على تبصيلي يستاهل فمكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هنا كما كتشوفوا معايا عندي في البانيو العطريه ديال اللي غادي نستعمل في المفور. هنا كما كتشوفوا عندي القزبور ومعدنوس، فلفله حمراء، حبه ديال الكنور، ثومه، سكينجبير، الخرقوم، الملحه، وهنا الشعريه ديال الروز. انا مستعمله كما شفتوا بعدا. هنا عندي دجاج نص دجاجة، وهنا عندي قزبرة معدنوس، وهنا عندي كورنيشو، عندي حامضة قطعتها كما كتشوفوها هانتوما. وكانت هذه هي العطرية خلاص. وعندي 2 قريعات صغار مقطعاهم، وبطيطة واحد 4 الحبات. انا كما شفتوا انا قلت لكم شنو عندي في العطريه: قزبور معدنوس، حبه ديال الكنور ديال الغنمي. انا دائما مع الدجاج كنستعمل حبه كنور ديال الغنمي، كنديرش كنور ديال الدجاج معاه، و وسكينجبير والخرقوم، مليحه، فلفله حمراء. وهنايا كنت كنشرمل الدجاج ديالي كما شفتوا. انا دائما في المفور كنبغي نحلو بحال هكا، كنشرحو باش تدخل فيه ديك الشرموله وتيطيب تيجي هشيش وشرموله. عرفتي مشوه ليديكم، جات غزاله. نتمنى انكم تجربوها وغتعرفوا علاش تنهضر، راه كتجي لذيذه، غتوليو تعتمدوها دائما. غير جربوها ما غاديش تندموا. والطريقه ديال الدجاج خلاص، يعني انا الصدر تيجيني دائما غليظ وكيجي ناشف بحال هكا. ملي كتجي تاكلو كتحلو كتلقاوه من الداخل بيض. انا تيعجبني بحال هكا انني نحل داك الهبيره ديال الصدر، نحلها كلها هكا تنشرحها وتندخل فيها شرموله. ملي كتجي تاكليه كيجيك لذيذ، يعني داك العطريه داك التوابل كلها داخله فيه. كما شفتوا هنا انا راه نص الدجاجه هذا اللي عندي صوبت الفخير. دابا الصدر وبقات ليا الشرموله غادي نلوح فيها. انتما غتشوفوا معايا غادي نلوح فيها الشعريه الصينيه. انا كنستعمل الشعريه ديال الروز. انا الشعريه خلاص تيبغيوها وليداتي وكيبغيها راجلي بزاف، فاستعملت شي 6 ديال الحبات. نتوما عارفين هذيك ديال الروز كتكون بالحبات، يعني واخا هي في الباكيه ديالها كتكون فيها داك المورصويات. انا استعملت باكيه كامله كبيره راها كدير 13 درهم. استعملت باكيه فيها 5 ديال الحبات، وكانت عندي واحد المرصود من باكيه اخرى تا هو زدتو، يعني درت الشعريه بزايد باش جاتني زاكيه. هنا كما شفتوا الشرميله ديالي اللي بقات شرملت فيها داك البطيطه والقريعه. بامكانكم تزيدوا تخيزوا، انا غير ما تصابش عندي صافي هزيت الخضيره ديالي دابا. وزدت الربيع كما كتشوفوا. لان داك الربيع ما غيجينيش كافي في داك الشعريه الصينيه لان دايرها كامله. يعني زدت، انا درت ربطه كبيره، يعني ربيطه وافيه ديال الربيع. كما شفتوا خويت داك الحامض، ماشي الليمون مصير، حامضه. دائما نقولها لكم في المفور ما ديروش ليمون مصير، تيكون مالح بزاف، شارب ملحه. وانا تيعجبني الليمون العادي هكا باش تيطلق داك الجهد ديالو. داك الجهد ديال الحامض كيجي في داك الشعريه، ما تيجيبهاش باسله، تيجيبها زوينه. وهنايا خلاص صافي كنت عمرت كلشي في الكسيكس ديالي. انا كنت درت الدجاج هو الاول، فوق منه البطيطه والقريعه، فوق منه الشعريه، وغنردهم يطيبوا وغتشوفوا معايا الشكل النهائي. وبالصحه والراحه. ونتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله ونال اعجابكم. وما تنساونيش من الاشتراك والتعليق والبارطاج باش ان شاء الله يبقى يوصلكم كل شيء جديد. ونبقى نشارك معكم وصفاتي هكا اللي هما ساهلين. دائما انا كنعتمد الوصفات اللي ساهلين في متناول الجميع، ماشي مكلفين بزاف. وان شاء الله نتمنى انه يعجبكم وتجربوه. وخلي بالي في التعاليق. سلامه.